من جهة الإسناد فلا يجوز لك أن تسند كلاما إلى رسول الله لم يقله رسول الله. جيد؟ يعني أنت ما تعرف أن هذا حديث موضوع، لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن كنت تعلم أنه صحيح أو تظن أنه صحيح فيجوز لك أن تسنده إلى سيدنا رسول الله. هذا أمر. الأمر الثاني وهو محل السؤال، تعليم الناس فقه هذا الحديث. فقه الحديث لا يتوقف على صحة الحديث، لأن الحديث الصحيح عند الأصوليين ليس ما صح إسناده فقط، وإنما ما تلقته الأمة بالقبول، وإن لم يكن مسندا وإن لم يكن صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه كما تعرفون الأحكام الشرعية لا تستفاد من الأحاديث فقط، تستفاد من غيرها. ثم قد يستأنس له وقد يدل عليه بكلام آخر وإن لم يكن من كلام النبوة. يعني المتون الفقهية ليست من كلام النبوة لكن يستفاد منها الأحكام الشرعية. فلذلك تعليم الناس الدين من هذه الأحاديث صحيح أو باطل، تعليم الناس صحيح وإن لم تكن الأحاديث صحيحة، لأنه ما دامت قد تلقيت هذه الآثار بالقبول إذن هي أحكام شرعية مقبولة. دليلها قد يكون مأخوذا من القرآن، يكون مأخوذا من الإجماع، يكون مأخوذا من القياس، يكون مأخوذا من حديث صحيح آخر في غير هذا الكتاب. مفهوم يا سيدنا الشيخ؟ ثم بعد ذلك أصلا معظم الكلام في الجامع الصغير هذا كلام متعلق بالرقائق، ومحل الاتفاق على أنه يجوز رواية الحديث الضعيف، وأنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وأنه يؤخذ به، والشروط التي تعرفها التي قالت بدقيق العلم. فتعليم الناس من هذا لا بأس به، لكن مع ذلك لا نسند إلى رسول الله ما تيقنا كونه باطلا موضوعا فقط. يعني لا يلزم المشايخ يعني أن يتسببوا في هذه الأحاديث، لأنه هذا مما تلقي بالقبول يعني سلفا وخلفا. هذا الكتاب معمول به قديما وحديثا يعني، فهذا مما اتفق على صحة معانيه وإن لم يتفق على صحة أسانيده. لو يبين العلماء أن فيه موضوع كدورات النسيجين. أيوه خلاص يعني خلاص انتهينا يعني كفينا المؤنة. لكن لم يعين الحديث أو الحديث في الدرة الناصحين هذا الحديث فلان هو موضوع أو الحديث فلان لا يعين. أيوه يقول في درة الناصحين. المحدثون عندهم مشكلة دائما، كل صاحب صنعة يعني يرى أن صنعته هي أحسن صنعة وما سواها يعني ليس كذلك. فأهل الحديث يعني يتشددون جدا 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 في إظهار أخطاء الآخرين وفي العقائد طبعا في العقائد. فالقصد أنه مثلا يوجد تشنيع كبير على كتاب إحياء علوم الدين مثلا من هذه الجهة نفسها، أن كتاب إحياء علوم الدين مليء بالأحاديث الموضوعة وبالأحاديث الضعيفة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك لما استقرأت أحاديث الإحياء 4700 حديث تقريبا، الموضوع منها 9. ثم تجد كلامهم ماذا يقول؟ مشحون بالأحاديث الموضوعة. أنت لما تسمع كلمة مشحون هذه قلبك ينقبض، يعني نصف الكتاب أحاديث موضوعة، ثم نجد 9 فقط موضوع، ومنها كم حديث؟ 17 حديثا لا إسناد له، لا إسناد، لكن معناه يعني لكن ليس موضوعا، تمام؟ يعني ليس موجودا في الكتب. لا خلينا نقول موضوع يلا مش مشكلة. إذا برضو يعني ما الذي حصل؟ لن تزد على 30 حديث من 4700 حديث. الضعيف تقريبا على ما قرره العراقي في كتابه اللي هو حمل الأسفار، هذا المغني عن حمل الأسفار، تقريبا الموضوع كله 200، الضعيف 200 حديث. إذا 200 حديث من 4700. إذا معنى هذا أن الأحاديث الضعيفة الموجودة في الإحياء أقل من الأحاديث الضعيفة الموجودة في سنن ابن ماجه. لكن سنن ابن ماجه لأن مؤلفه محدث إذا هو منا، لا مشكلة عادي نبتلع له كل شيء. أما الغزالي لا. فيعني لا تغتر بتشنيع المحدثين. المحدثون جزاهم الله خيرا نقلوا لنا السنة، لكن كان ينبغي أن يقفوا عند هذا، عند نقل السنة. لكن للأسف أدخلوا أصبعهم في أمور ليس لهم فيها في الفقه وفي العقائد. وهذه قضية مهمة، أنه حصل تضخيم للمحدثين
في مسائل الاعتقاد، حتى صار الإمام أحمد بن حنبل لكونه إمام أهل الحديث جعلوه إمام أهل السنة. معنى هذا أن أحمد بن حنبل رسول الله الثاني بعد سيدنا رسول الله. يعني الآن هل قول الإمام أحمد بن حنبل حجة علينا في الفقه؟ فلماذا نجعله حجة علينا في الاعتقاد؟ أصلا أليس يخطئ في الفقه؟ بلى يخطئ. هل قال أحد من معاصريه وممن قبله ومن بعده أن أحمد كلامه حق في الفقه؟ فلماذا نجعله حق مطلق في مسائل الاعتقاد؟ هذا أصلا من الجنون. يعني أنا أراه هكذا. الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك والسفيان الآخر كل هؤلاء على العين والرأس، لكن ليس كلام واحد منهم حجة بذاته في الاعتقاد، وإنما الحجة للدليل في الاعتقاد خصوصا. هذا أمر خطير. لكن المشكلة أنه ما الذي حصل؟ أن الحنابلة مع المحدثين أحمد إمامنا جيد، ثم أخذ لقب إمام أهل السنة والجماعة، فأصبح كلامه حكما على جميع المسلمين أن من خالف أحمد مبتدع بإطلاق هكذا. حتى صار الحنابلة يعني يأخذون عقائدهم من كلام أحمد. لما تجد في كتاب أبو يعلى، كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى، تجد أن اختلاف قول أبي يعلى تابع لاختلاف فهمه لكلام أحمد. فهمه لماذا؟ ليس للدليل الشرعي، إنما لكلام أحمد. يقول: وقد نفينا الحد عن الله في موضع لأننا وقفنا على كلام لأبي عبد الله بنفسه، أما وقد وقفنا على كلام بأن أبا عبد الله يثبته فقد أثبتناه الحد لله. وأثبت أن الله محدود من جهة السفل، من جهة الأسفل، وأنه من الجهات الخمس يمر إلى سائر الجهات، ليس له حد بعد ذلك. فتجد أن خلاف الحنابلة يدور في ماذا؟ هل في قال الله وقال الرسول؟ لا، وإنما خلافهم في فهم كلام الإمام أحمد. يعني جعلوا كلام أحمد هذا وحي بعد الوحي الأول. ما الذي جرنا إلى هذا؟ استغفر الله.